فتة أكيد وإحنا يلزمنا في إطار التفاعل. منتصر الوحيشي المدير الرياضي السابق في النادي الأفريقي يطلب التدخل لتوضيح بعض الأمور وللتفاعل مع حلقة اليوم. منتصر، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك عادل ومرحبا بالحضور. اهلا وسهلا. كنت تستمع لاخر مستجدات في الافريقي، اكيد الافريقي يهمك كما يهم برشا احباء، وتفاعل كبير مع حلقه اليوم من جميع الافريقي من الداخل والخارج، ضغط كبير على المواقع وعلى الفيسبوك وعلى صفحات التواصل الخاصه بقناه حنا بعل وببرنامج بالمكشوف، وان شاء الله نوصل نعطيو اكثر ما يمكن من التدخلات ونحصروها بدون ما نسميو الاشخاص، حتى نعطيو الدفعات هذه في اطار تدخلات تفاعلات احباء الافريقي مع ما يحدث في فريق باب جديد. لك الكلمه منتصر. والله عاد انت حتى قدمتني على المدير الرياضي السابق في النادي الافريقي. انا باش ندخل اليوم مش كمدير رياضي سابق، انا باش ندخل كمحب النادي الافريقي وككلوبيوس. ويظهر لي بعدك في البلاتو بسام الماري ورشيد الزمرلي يعرفوا واش معناها كلوبيوس. لك هما يعرفوا رشيد الزمرلي نعرفه من قبل وعاش معايا عملاوي وعاش ما واقف يعرف واش معناها كلوبيوس. وبسام الماري معناها نعرفه وعدنا عنه برشا، وكي كنت ندرب انا المدير الفني وكان رئيس فرع معي. جست نقطة واحدة أنا نحب نتدخل فيها، راهو منتصر الوحيشي والناس اللي تعرفوا المصلحة العامة نتاع النادي الافريقي عنده فوق كل شيء. وأنا جي با مي جوستيفي باش نخرج نتكلم وأنا نبرئ روحي من حاجة ما عملتهاش. أول حاجة أني نعرف المات بحذاك في البلاتو زادة راه فما لا بريزونسيون دينوسونس كما بالعربي يقولوا، المتهم بريء. انا ما عندي حتى تو لازمني نبرئ روحي من شنو. وانا لا نكلم مع عباد، لا عندي صفحات فيسبوك لاني ورا عباد، وانا مصلحه الافريقي تهمني اكثر من الناس الكل. وانا عندي نخدم اليوم صفحه، خدمت في النادي الافريقي حتى توجنا ناس كل خدمه ناس كل تعبت، فرحنا مع بعضنا. الصفحه هذيك تتوات وانا راني نحب كان الخير للنادي الافريقي وما عنديش مزيه، خاطر انا كان اليوم نخدم في الاستاد التونسي ولا نخدم مدير رياضي ولا الناس تعرفني في تونس وخارج تونس يقرس النادي الافريقي، وهذا عمري ما ننساه. وانا بعيد عن النادي الافريقي عادل كان عندي اتصال مع رئيس النادي وطلب مني، والمدرب موجود ما نحبش نسميه والاجو نتاعو موجود، طلب مني باش نمشي نقابل المدرب ونعطيه كونت روندو على المدرب، ومشيت وقابلت المدرب وكلمت رئيس النادي وما عندي حتى اشكال وما عنديش حتى مزايد. وكي نجم نعاون النادي الافريقي نعاون، ونعرف قيمه الكلام اللي يتقال، ونعرف انا اي كلمه نقولها في بلاتو. كل جمعه انا نخدم في بلاتو في الحوار التونسي، كل كلمه بحسابها وكل كلمه عندها قيمتها. نعرف روحي شنو نقول ونعرف روحي شنو نعمل. دونك كل واحد اللي ريسبونسابل دو سيزار هذه حكايه هاو عباد في فيسبوك ولا ما نعرفش رئيس النادي شنو قالوا له ولا شنو سمع ولا جي با مي جوستيفي باش نقول انا خاطيني ولا بريء. انا نعرف روحي شنو نعمل ما نعملش، ما عندي حتى دخل في الحكايات هذوما. ورشيد الزمرلي وحسام المهري يعرفوا المنتصر الوحيشي عمره ما يعمل حاجه ضد مصلحه النادي الافريقي. وانا اليوم عاد الحاجه بركه باش ما نطولش عليك ونكمل، راهو حب الناس وحب جمهور النادي الافريقي راهو هذاك عندي انا ما يتشريش بالفلوس. وهذا وجو خير ريان جوتو اللي نجم يغشش ولا يغصب ولا يحزن جمهور النادي الافريقي باش يروح مغش من ماتش ولا يروح خاسر من ماتش. وكان نجم نعاون النادي الافريقي في حاجه راني نعملها وما عندي حتى ادنى مزايد. وجي با مره اخرى جي با مي جوستيفي باش نقول انا بريء، انا بريء والناس تعرف انا بريء. كان فما عباد كما كان يحكي رشيد تو ركبوا على احداث وحكاوا حكايات ولا يلصقوا في تهم، هذيك امورهم هم. انا نهار نتكلم مع رئيس النادي ولا نتكلم مع المسؤولين ونجيب لي بروف ولا نجيب لي انا ورا عبد ولا انا عندي باج فيسبوك ولا الحكايه اللي قاعده تحكي، والله ماذا بيا نشوف وين هذا ومستعد لاي حاجه. واضح منتصر الوحيشي، وضعت النقاط على الحروف حتى تكون الصورة واضحة لدى جماهير الافريقي. اكيد يصير اختلاف في وجهات النظر، لكن الافريقي هو اللي يجمع احبائه ومسؤوليه. فتحية ليك منتصر على التواصل وعلى التفاعل. هاو تحية لجمهور الافريقي اللي برشا تفاعلوا معنا، ما نجموش نقدموا، عندنا برشا مواضيع اخرى، عندنا برشا تحقيقات، وايضا عندنا سي حامد المغربي مشى التحق بنا بعد قليل، عضو الرابط
الرابطة المحترفة بين الظفرين المحترفة والمرشح في قائمة وديع الجري لانتخابات الجامعة. سنتحدث عن كل هذه المواضيع، عن البطولة، عن النجم، عن الترجي، عن الإفريقي ومواضيع أخرى أكيد. لكن نشاهد هذا التقرير الأخير حول الجمهور الإفريقي اللي يمثل استثناء في مباراة الكلاسيكو رغم المشاكل، رغم الصعوبات، رغم الهزائم، رغم الظرف الصعب الذي يمر به الإفريقي. حضر بأعداد غفيرة من كل حدب وصوب من جهة داخل الجمهورية، وهذا دليل على تعلق الفريق أو تعلق الجماهير بناديهم.